معركة الجمل وخروج عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله إلى هذه المعركة، وبعبارة ثانية هي التي قادت هذه المعركة ضد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنتم تعتقدون بخلافة علي بن أبي طالب أو لا تعتقدون؟ هنا السؤال. طبعا سيأتي الجواب بكل وضوح، نعم نعتقد بخلافة علي، علي هو الرابع، نعتقد بخلافته. جيد. لما تفرقون بين الرابع والأول والثاني والثالث؟ لما؟ سيقولون كيف نفرق؟ الأول خليفة كما تقولون أنتم، أبو بكر هو الخليفة بعد النبي كما تقولون. جيد. كل من قام بوجه أبي بكر قالوا عنه كافر، متمرد، مشرك، مرتد، يجب قتله. ولهذا قتلوا مالك بن نويرة الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه، وفعل خالد ما فعل بزوجته في ليلة قتله أو لمالك. بما حلل دم مالك؟ ولما قتل هذا الصحابي الجليل؟ قالوا بأنه اعترض على خلافة الأول. جيد. وهكذا فعلوا مع الثاني، وهكذا فعلوا مع الثالث، كفروا كل من يقوم بوجه الخلفاء. السؤال: لما لم تكفروا من قام بوجه الرابع؟ أنتم تقولون أنه خليفة، لما تفرقون بين علي وغيره؟ لو كما تقولون علي رابع فليجري عليه ما يجري على من سبقه، كل من قام بوجه من سبقه اعتبرتموه متمردا باغيا كافرا، قتلتموه، حللتم دمه. ليش لما يصل الأمر إلى علي بن أبي طالب قلتم خرج للإصلاح؟ ليش؟ لما لم يخرج مالك بن نويرة للإصلاح مثلا، غير مالك بن نويرة للإصلاح مثلا؟ مولانا الكريم أبو لؤلؤ قتل الثاني، أبو لؤلؤ مجوسي كافر مشرك، لم يبقوا لعنة من لعنات التاريخ والدهر إلا وألقوها على أبي لؤلؤة. جيد. ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب. عمران ابن حطاني خاطبه يقول له: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، أو كذا مضمون الأبيات. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. تقي، ابن ملجم تقي، هذا عمران بن حطان يقول عن ابن ملجم تقي. البخاري يخرج عنه روايات ويعتبره ثقة، والرواية اللي يرويها عمران بن حطان يعتبرها صحيحة السند. ليش هاي التفرقة بين علي وبين غيره؟ علي لو خليفة لو مو خليفة، بعد نسوي شيء ثالث. اللي يقوم بوجه الأول والثاني كافر، اللي يقوم بوجه علي مصلح. عجيب. تلك إذن قسمة ضيزى كما يقول القرآن الكريم. كيف خرجت؟ أنا ما أعرف شلون خرجت للإصلاح وهي قامت على إمام زمانها صلوات الله وسلامه عليه. هذا واحد. اثنين: ألم يأمرها الله تبارك وتعالى بالبقاء في دارها في بيتها؟ نناقش بطريقة علمية موضوعية. إلى الآن لا سبينا ولا شتمنا ولا فعلنا شيئا من هذه الأمور اللي يهرج بها أعدائنا علينا أبدا. أسئلة، نقدم أسئلة بكل موضوعية. ألم يأمرها الله تعالى بأن تقر في بيتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله يخاطب نساء النبي: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. فلما قاتلت الامرأة عليها قتال؟ تخرج جيشا كاملا للقتال وهناك خليفة شرعي اتفق عليه الشيعة والسنة. طبعا الشيعة يعتقدون بأن عليا وهو الحق، أن عليا هو من بعد النبي مباشرة، لكن على الأقل حتى السنة يقولون هو الرابع، يعني السنة يقولون علي الرابع. جيد. قامت بوجه إمام زمانها إذن، والقرآن يقولها قرن في بيوتكن. أين الإصلاح في مخالفة القرآن الكريم؟ هاي مخالفة صريحة لكتاب الله، وين الإصلاح؟ ثالثا:
النبي أيضا مو فقط القرآن، رسول الله صلى الله عليه وآله أمر نساءه أن يبقين في بيوتهن. ودعوني أقرأ لكم بعض الروايات لكي يكون كلامي دقيقا وموثقا. مثلا هذه بعض الروايات، أنا لا أقرأ كل الروايات، هذه بعضها. في طبقات ابن سعد مثلا، في طبقات ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأزواجه: أيتكن اتقت الله، التفتوا جيدا، أيتكن اتقت الله ولم تأت بفاحشة مبينة ولزمت ظهر حصيرها فهي زوجتي في الآخرة. ولزمت ظهر حصيرها يعني ما طلعت من بيتها، هذا هنا محل الشاهد. الامرأة اللي تتقي الله ما تأتي بفاحشة تلزم حصير بيتها هي زوجتي يوم القيامة. أما إذا خالفت واحدة من هذه الشرائط هي مو زوجتي يوم القيامة. هذا قل لي وين؟ طبقات ابن سعد، أخو بعد مو طوسي، جزء 8 صفحة 150. هسه تقول لي الطبعة مالتي تختلف، جيد. ذكر، أنطيك العنوان اللي ورد تحت هذا الحديث: ذكر حج رسول الله صلى الله عليه وآله بأزواجه. حتى إذا اختلفت الطبعات اقرأ هذا العنوان في الفهرس واقرأه في طبقات ابن سعد. النبي خلى شروط على نسائه: اتق الله، الزمي حصير بيتك ومن ثم أنت زوجتي في الآخرة، وإلا فلا. يا زوجاتي، تردن أن تبقن على طريقي، على نهجي، على صراط المستقيم، تكونن زوجاتي يوم القيامة في الجنة. أكو شروط: اتق الله، هاي في طبقات ابن سعد. لا تأتين بفاحشة. 3، الزمي حصير بيتك. زين، هذا حدث مع اللي قادت معركة الجمل؟ لم يحدث، باعتبار أنها قادت جيشا ولم تلزم حصير بيتها كما أمرها النبي وكما أمرها الله: وقرن في بيوتكن. جيد. حديث آخر في نفس طبقات ابن سعد، جزء 8 صفحة 150: ذكر حج رسول الله بأزواجه، تحت هذا العنوان لمن تختلف عنده الطبعة. قال عن أبي هريرة: قال رسول الله لنسائه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. من بعد هاي الحجة الزمن ظهور الحصر، يعني لا تطلعن من البيت. قال: وكن يحججن كلهن إلا سودة بنت زمعة وزينب، إلى آخره. وهذا أيضا رواه ابن الأثير في أسد الغابة، جزء 5 صفحة 464، كتاب النساء لمن تختلف عنده الطبعة، تحت هذا العنوان: كتاب النساء الزاي، ترجمة زينب بنت جحش، 6947. جيد. وهكذا أحاديث أخرى، أنا ما أقرأ كل الأحاديث. يعني الزمن بيوتكن أو بيوتكن من بعد هذه الحجة، لا تخرجن من بيوتكن. النبي ما يقبل لزوجته أن تخرج من بيتها، كيف يرضى لها أن تقود جيشا جرارا بوجه خليفة زمانها؟ هذا ما نقوله. طبعا وقيل في الشرح، في شرح هذا الحديث، والقائل الشارح هو سني كما سأقول من هو. أي شنو يعني هذه ثم ظهور الحصر؟ قال: أي إنكن لا تعدن تخرجن من بيوتكن فضلا عن أن تركبن النياق وتذهبن إلى قتال الرجال، وتلزمن الحصر، جمع حصير، الذي يبسط في البيت. هذا موجود في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، جزء 11 صفحة 107. الواو، ترجمة واقد ابن أبي واقد الليثي، 186. أكثر من هذا بعد ماذا يريد الإخوة مني؟ إذن أي إصلاح هذا؟ إصلاح بمخالفة القرآن؟ إصلاح بمخالفة النبي صلى الله عليه وآله؟ أي إصلاح هذا؟ أنا لا أفهم معنى الإصلاح في هذا الأمر. أضيف لكم من الشعر بيت كما يقولون، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وآله حذر صاحبة معركة الجمل، قالها: إياك أن تقاتلي عليا في يوم من الأيام قبل أن تقاتل علي عليه السلام، أو قبل أن تقاتل عليا عليه السلام. النبي حذرها صلى الله عليه وآله، فأين الإصلاح في الموضوع؟ يعني النبي مو فقط قال لنسائه ابقين في بيوتكن، وإنما حذرها من قتال علي وهي بعد لن تقاتل. إذن أين الإصلاح؟ قل لي أين مصادرك؟ هذه المصادر: مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري، جزء 3 صفحة 119، كتاب معرفة الصحابة
مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حتى العنوان أعطيه مو فقط الجزء والصفحة لئلا تختلف الطبعات. عن أم سلمة أم المؤمنين، أم سلمة رضوان الله تعالى عليها زوجة النبي، قالت: ذكر النبي خروج بعض أمهات المؤمنين فضحكت عائشة. النبي قاعد مع زوجاته، أم سلمة تقول قاعد ويانا، ذكر بعض أنه أمهات المؤمنين راح يخرجن في معركة في يوم من الأيام، يقول فضحكت عائشة. تقول أم سلمة فقال صلى الله عليه وآله: انظري ألا تكوني أنت. النبي يقولها انظري ألا تكوني أنت. هذا في مستدرك الصحيحين. بعد كنز العمال للمتقي الهندي جزء 6 صفحة 84، كتاب الفتن من قسم الأفعال، وقعة الجمل، رقم الحديث إلى آخره، عن طاووس أن رسول الله قال لنسائه: أيتكن أو أيتكن تنبحها كلاب كذا وكذا، إياك يا حميراء، إياك يا حميراء. قال أخرجه نعيم بن حماد في الفتن، قال: وسنده صحيح، وسنده صحيح. وهكذا في مستدرك الصحيحين جزء 3 صفحة 120 تحت عنوان الحوأب، أو تحت عنوان كتاب معرفة الصحابة، كتاب معرفة الصحابة مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لما بلغت عائشة بعض ديار بني عامر نبحت عليها الكلاب، والنبي كان محذر، فقالت: أيما إن هذا؟ قالوا الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة، راح أرجع. تذكرت، فقال الزبير: لا بعد، تقدمي ويراك الناس ويصلح الله ذات بينهم. فقالت: ما أظنني إلا راجعة، سمعت رسول الله يقول. هاي عائشة تقول: كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوائب. هذا مو فقط في المستدرك، وإنما في فتح الباري لابن حجر العسقلاني جزء 16 صفحة 165، كتاب الفتن باب 18 ذيل الحديث 7099. وقال العسقلاني: أخرج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار، وصححه ابن حبان والحاكم، وسنده على شرط الصحيح. وهناك عشرات الأحاديث والأرقام في هذا المجال، ما عندي وقت أن أقرأها جميعا. إذن أين الإصلاح في الموضوع؟ هي كانت غير مقتنعة، النبي حذرها، القرآن حذرها، هذا ما نقوله. إلى الآن أنا ما أتيت بمصدر إلا من مصادر غيرنا، لم آتي بمصادرنا. إخوتي الكرام، أحبتي الكرام، ولهذا هي كانت تبكي. آخر شيء أقوله ووقتي شارف على الانتهاء، حلية الأولياء لأبي نعيم جزء 2 صفحة 48 إلى آخره. عن فلان فلان حدثني من سمع عائشة تقرأ: وقرن، هاي بعد وقعة جمل، وقرن في بيوتكن فتبكي حتى تبل خمارها. لما تقرأ هاي الآية تظل تبكي تبكي تبكي. وين الإصلاح؟ لو كانت مصلحة لفرحت، لما بكت. إذن هذا التهريج غير صحيح بدليل القرآن، أحاديث النبي الموجودة في كتب أهل السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.